يقول زيد بن أسلم لما نزلت سورة التكوير إذا الشمس كورت، قال عمر بن الخطاب لما بلغ قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، قال لهذا أجري هذا الحديث. وكأن المعنى إيه؟ فلما كورت الشمس واختفت ووقعت النجوم وانقدرت وسيرت الجبال ونصفت وأهملت العشار وتركت وحجرت الوحوش وجمعت وسجرت البحار وولعت وزوجت النفوس وجمعت وخرجت الموءودة وسألت بأي ذنب قتلت وإذا السماء والصحف ملئت إما في اليمين أو في الشمال وقعت وإذا السماء انفطرت وانشقت وإذا ظهرت جهنم للخلائق واقتربت وإذا الجنان ظهرت واقتربت. بعد كل ذلك يقول تعالى علمت نفس ما أحضرت. يعني إيه؟ يعني كده بعد كل اللي انت سمعته ده كل واحد فينا هيفتكر كل ذنوبه، كل معصيه، كل دمعة، كل غلطة، كل غدرة، كل خيانة. قال يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. مش تنفعك في حاجة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة بعد الموت، مش الحياة اللي احنا عايشينها دي، الحياة الحقيقية بعد الموت. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير موجود وما عملت من سوء برضه موجود. نفسها في ايه بقى؟ تود لو ان بينها وبين ان يعمل عمل السوء امدا بعيد. نفسها يبقى بينها وبين الذنوب اللي عملتها ما بين المشرق والمغرب، وربنا بيقول لك خلي بالك مني بقى. ويحذركم الله نفسه، بيقول لك خلي بالك مني عشان ما تتفاجئش، عشان ما تتفاجئش. قال فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. إخواني، لابد أن نضع أمام عيوننا أهوال يوم القيامة فلا ينجيك منها إلا الله، ولنهتم بالعمل الصالح فهو سبب لرضا الله عنك. فالذي ينجيك من ذلك اليوم هو خوفك من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. اللي يعيش في الدنيا جريء مش خايف من ربنا مش هيشوف إلا الخوف. قال وإن خافني في الدنيا، اللي يعيش خايف منه، قال أمنته يوم القيامة فلا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. نريد أن نبكي على حالنا، نبكي على ذنوبنا وتقصيرنا. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي يوما، فقال له محمد عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا جبريل؟ قال يا رسول الله ما جفت عيني منذ أن خلق الله جهنم.
قيل أن آدم بكى 300 سنة حين أكل من الشجرة وعصى الله، ولم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله. يقول علي بن أبي طالب: لقد رأيت أصحاب محمد وما أرى اليوم شيئا، عليه الصلاة والسلام، وما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شغثا غبرا بين أعينهم مثل الجداول من البكاء، وقد باتوا قياما سجدا يتلون كتاب الله. عباد الله، هذه السورة وصف الله فيها بعض أهوال يوم القيامة لتخاف القلوب وتعم المخاوف، فإذا وصل الخوف إلى قلب المؤمن يستعد للرحيل، يستعد للوقوف بين يدي الله، يستعد للسؤال، فلنحضر للسؤال جوابا. مثل نفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت على رؤوس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها وصارت مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار خربت وتعطلت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الموءودة سألت ربها بأي ذنب قتلني ميسور، وإذا الصحائف عند ذلك انتشرت تبدي لنا يوم القصاص أمور، وإذا السماء تقشطت وانفطرت ورأيت أفلاك السماء تمور، وإذا الجحيم تسعرت بنيرانها فهي على أهل الذنوب تفور، وإذا الجنان اقتربت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف ذنبه فكيف المصر على الذنوب ظهور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.